اهلا البنات، منكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم نهار جديد وفيديو جديد وطريقه جديده. طريقتي في تحضير ورقه البسطيله اللي غتجي معكم ناجحه 100% وسهله وما فيهاش شي مجهود. غنحضر معكم مع هاد الصيغار هادو اللي كيجيو هائلين ومزيانين وروعه البنات. المهم ندوزو على طريقه التحضير ديال ورقه البسطيله. غنحتاجو فيها الدقيق على حسب الكميه اللي بغيتو ديال الورقه. انا هنا تقريبا درت 3 الكيسان ديال العنبه ديال الفورس مع شويه ديال الزيت العاديه مع شويه ديال الملحه والماء الدافئ على حسب الخليط. يعني نتوما عندكم ميزانكم، كتزيدوا بالماء بشوي بشوي طحنوها في مولينيكس او هاشوار اللي بغيتو البنات اللي عندكم. المهم انها تطحن مزيان. المهم انا نبقى نزيد بالماء بشويه ونطحن، نزيد بشويه ونطحن حتى نوصل للقوام اللي خصو يوصلوا ليه. المهم ما كتجيش تقريبا، كتجي بحال الخليط ديال الكريب. المهم البنات هنا غادي نبدا على بركه الله. غناخذوا مقلاه ما تكونش كتلصق. انا هذه عندي طيفال ديال الجرانيت. من بعد ما كنغسلوها وكنمسحوها وكنخدموا غير بالايد ديالنا. انا كنفضل نخدم بيدي، كتجيني هاد الطريقه سهله وما فيهاش بزاف ديال التعقدات. انا ديجا مجربه الشيتا، يعني كتخدم شويه دايره، يعني شويه بحال كتجرح لكم الورقه، كتجي الورقه مقسمه. المهم انا هاد الطريقه على ضمانتي انها غتنجح معكم ورقه البسطيله منزليه. وجدوا بها البريوات صيغار اللي بغيتو. المهم البنات غير يدكم تكون شويه خفيفه في الخدمه ديال المقلاه. والى كانت سخونه المقله خلوها حتى تبرد او شلوها بالماء بارد مروبيني ومسحوها وعاودوا خدموا فيها. كيف ما كتشوفوا هي كتبدا تطلع لكم معكم الورقه. عرفوها انها خصها تحيد. صافي غنبداو نحيدوا فيها من الجنيبات وكتعطينا هاد النتيجه هذه. كيف ما كتشوفوا رائعه، كتجي ورقه والله العظيم غزاله. نديروا بها مملحات اللي بغيتو. المهم غادي ضروري ندهنوها بشويه ديال الزيت باش ما تنشفش معانا، وكنغطيوها بالبلاستيكه يعني او ميكا او سلوفان. المهم تغطى على البرد باش ما تنشفش. المهم غادي نعاود نطيب معكم هاد الورقه هذه. يعني راه ساهله كيف ما كتشوفوا، طريقه التحضير ساهله ديالها وحتى الخدمه ديالها ساهله. غير جربوها ما تخافوش منها. المهم كيف ما كتجي رائعه. يعني راه الايد ديالي كتبان من مورا الورقه باش تعرفوا الورقه راه رقيقه. المهم غنعاود نفس العمليه. انا كنوضع ديك الورقه وكندهن بالزيت، كنوضع الورقه وندهن بالزيت. ما بين الورقه والورقه كتكون يعني ديجا مدهونه بالزيت. المهم راه ضروري هاد المرحله هذه حتى هي. الا ما دهنتوهاش بالزيت غادي تنشف معاكم. ملي غتبغوا تشكلوها غادي تولي تكسر، ما تبقاش لايقه حتى لشي حاجه. وضروري تغطيوها بلاستيكه. المهم غادي حتى نمشي بهاد الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا انا حاولت ما نقطعش بزاف من الفيديو باش تشوفوا المراحل. هنا من بعد ما شللتها كانت سخونه عندي المقله بزاف، شللتها بالماء بارد ومسحتها ما يبقاش عندي فيها الماء. وغادي نعاود نخدمها بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا. صراحه ما كتجيش مقطعه او يعني فيها شي، يعني فيها الكسور او صراحه كتجي زوينه. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ونكون فتكم بشي حاجه واستفدتوني شي حاجه. واللي شاف الفيديو عجبو خلي لي لايك، ما تبخلوش عليا بلايك باش كل مره ندير لكم جديد ان شاء الله. المهم انا اي حاجه كنعرفها وكنكون تاقنه وكنعرفها انها غتصدق 100% كنبغي نبارطاجيها معكم. المهم غادي نكمل بنفس الطريقه الكميه اللي عندي كامله ديال العجين. تقريبا البنات والله الا 3 كيسان ديال العنبه. ملي عبرت الورقه لقيتها 500 غرام، يعني نص كيلو ديال الورقه. تبارك الله شكلت منها صيغار اللي غادي تشوفوه في نفس الفيديو ان شاء الله. غير خليكم معايا في الفيديو حتى الاخر.
وهذه الحشوه ديال السيجار اللي غندير بالورقه اللي درت اللي صايبت. غنحتاج فيها بصله مشلضه، الكفته ديال الدجاج او ديال الدند، وشويه ديال الزيتون مقطع خضر، شويه ديال الشامبينيون مقطع حتى هو طري، وعندي هنا العطريه سكينجبير تحميره الابزار، وشويه الكركم. وهنا غتزيد صوص صوجا وشويه ديال الحار وشويه ديال القزبر ومعدنوس. وهنا عندي معلقه ديال الزبده. وهذه شعريه الصينيه اللي رطبتها في الماء سخون، غنخليها جانبا على ما يتشحر لينا هاد الحشوه هذه حتى الاخير عاد غادي نضيفها. المهم البنات غنخلطوهم نسجموا لنا العناصر وغنحطوهم فوق البوطه. قبل غادي نزيد واحد شويه ديال زيت العود كيبقى اختياري. المهم هنا بدات كتشحر معايا الحشوه كيف ما كتشوفوا. وهنا من بعد ما تشحرات الحشوه غنزيد عليها هذيك الشعريه الصينيه من بعد ما قطعتها بواحد المقص باش تقصر لينا كتصغر. المهم وغادي نخلطها مع الحشوه باش تاخذ حتى هي ديك العطريه وديك القوام. من بعد غادي نزيد ملي غادي نطفي عليها غادي نزيد واحد شويه ديال الفرماج محكوك وغنخلط. غادي يذوب لينا في هذه الحشوه هذه وغنخلوها تبرد واحد شويه، ضروري بنات تبرد باش ما تقطعش لكم الورقه ديالكم. وهذه الورقه اللي صايبت معكم في الفيديو كتجي هائله. غادي نوجدوا بها ان شاء الله هذا السيجار. غادي نحتاج دقيق مع الماء باش غادي نصد السيجار ديالني. وصافي غادي نجيب الحشوه وغادي نحطها كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. راه كتجي لذيذه هاد الحشوه هذه وكتجي ملسمه بالحار. اللي كيعجبو المذاق ديال الحار يدير الحار، ما بغاش يعني هو كيبقى ليه الاختيار. وكنطويو على هذا الشكل هذا وكنجيو للطرف ديال السيجار كيف ما كتشوفوا وغندهنوه بالدقيق مع الماء باش يلصق لينا وما كيتحلوش في الفران او في القلي. وكيجي على هذا الشكل هذا. وغنعاودو واحده اخرى بنفس الطريقه. غنروليو السيجار بهذا الشكل هذا ونفس العمليه غادي نديرو دقيق باش يتسد السيجار. وغادي نمشي بنفس الطريقه ونفس العمليه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وهنا من بعد ما كملت لي الكميه كلها اللي صايبت غنديرها في لاطا. انا درتهم في الفرن، لكم اختيار، بغيتو تقليوهم بغيتو ديروهم في الفرن لكم الاختيار. انا درتهم في الفرن هاد المره. غادي ندهنهم غندير واحد شويه ديال الزيت مع شويه ديال التحميره نخلطهم وغندهن بهم هاد السيجار هذا باش كيعطيهم داك اللوين المذهب في الفرن كيف ما كتشوفوا. وغنديروهم في الفرن وكيطيبوا كيجيو على هاد الطريقه هذه. ودي النتيجه. وبصحه وراحه البنات. من يعجبكم الفيديو لاول مره تدخل عندي القناه ما تنساش لي اشتراك وتفعيل الجرس ولايك
والناس اللي كيشوفوا الفيديو ما تنسوش